يعني بانه الجميع يعرف بانك انت واحد الفنان معروف، والحضور ديالك عنده سبب نزول، فهو شهاده ديال واحد الشخصيه معروفه، فنان كما كنعرفوه متعدد المواهب، يعني تبارك الله 7 صنايع. المهم والرزق ما ضيع. لا ما ضيعش الحمد لله. انا باقي نهضروا على 20 مليون ياك. ولكن انت الان الحضور ديالك فهو شهاده لواحد الشخص اللي عاش التعليم والتدريس واحد علاقه ثلاثيه. كاين اولا وضعيه التلميذ فاش كنتي طفل مراهق، وضعيه المدرس، ووضعيه ولي الامر اب لطفل وطفله. الله دابا كبروا، دابا مابقاش نقول لهم طفل وطفله، دابا ولينا حنا هما الاطفال. حنا الاطفال. اذا مع مرور الوقت دابا ومن خلال هذه التجربه ديالك الثلاثيه، كيفاش ممكن لك تلخص لنا عمليه التدريس في كلمه واحده، فهم واحد اللي هو سمه لهذه المحطات هذو بثلاثه ديال التلميذ ديال الاستاذ وديال ولي الامر؟ شكرا. اذا كانت شي سمه يعني واحد المفهوم او قيمه اللي نقدر نلخص فيها هذه المحطات بثلاثه، علما بان احنا دابا في واحد المجال ديال النسبيه، لان الا جبتي واحد التلميذ قرا معايا وغيقدر يعطيك روايه اخرى للمسار ديالو، ولكن الحاجه اللي كنحتفظ بها بالنسبه ليا واللي هي تسريع على هذه المحطات بثلاثه، كاين واحد السمه اساسيه، او ربما لانني انا كيعجبني نلتقط كل ما هو مبهر، والابهار بالنسبه لي هي السمه الاساسيه ديال هذه المحطات بثلاثه. الابهار يعني ابهار بمعنى السحر، بمعنى الجاذبيه، فرنسي كنقول لي ميرفيمون، لي ميرفيمون ولا لا سيدكسيون. لا سيدكسيون. ولكن هذا الابهار هذا بالنسبه لك انت كتلميذ انذاك، يعني فين كيتجلى؟ واش في المدرسه يعني كبنايه كمؤسسه؟ لا في المدرس. في المدرس، لان بالنسبه لي هو محور هذا، ربما لانني انتبه كثيرا لشكل الاشخاص اللي تم ظهور ديال لو كومبورتمون ديال السلوك ديالهم. هادشي كان عند في المدرس بالخصوص. نبدا معك بحسن التلميذ، يعني فين كيتجلى بالنسبه لك هذا الابهار هذا؟ بدا من النهار الاول، يعني من الدخله. اليوم الدخول المدرسي الاول، وهذاك الدخول المدرسي الاول كان بالنسبه لي حاسم لا سيما في السياق اللي دخلت فيه انا المدرسه. حنا في اواخر الستينات، 1 اكتوبر 1969، الله يكبرنا في طاعه الله. الحاجه الاساسيه اللي ثارت الانتباه ديالي وكان هذاك التوجس وذاك الخوف، علما بان كانت العقاب الجسدي كان هو القاعده. كنجي القسم كنلقى واحد السيد، واحد الشياكه، واحد الاناقه، واحد كوستيم بلو فونسي غيور بلانش 3 بياس. كتذكر الاسم ديالو؟ السي الادريسي الله يرحمه ويجازيه بخير. لا شكرا. حيت هذاك الشخص في التجليات ديالو فيزيونوميه ولا في السلوك، شوسور سيغي كيجي في لابيست، كرافات، شميز اكلاتونت، غيبانوا لك هادو جزئيات زعما بالنسبه لي كانوا حاسمين. هاد الجزئيات لانني جاي كنتسنى نتعاقب، اول حاجه غنتعاقبوا، وكيخرج هذا الشخص وكيقول لك لا راه هذا هو المعلم اللي غادي يقريك، بحال خارج من شي فيلم، بحال شي اولوغرام، بحال شي انسبكتر. ملي كتزيد عليها الرقه ديالو، اللطف والعنايه ديالو، دوب هذوك المخاوف، دوب هذاك التوجسات اللي جينا بها، وهذا الشيء استمر السنه كامله. هو واحد الوقت ملي ارتاحينا بدا بحال حتى حنا بغينا نسحروه، حتى حنا بغينا نغريوه، ولينا حتى حنا تنتصرفوا بواحد الطريقه باش حتى حنا نكونوا مبهرين. كنا كنمشيو نجلسوا حدا دارو، كيخرج وكنمشيو موراه، عرفتي ديك الوزيزات الصغار اللي تيتبعوا امهم، شحال دي ثانيه كيخرج كنمشيو معاه حتى لدارو، عاد كنتفرقوا. لن انسى هذا الشخص مدى حياتي، ولم انساه. الاستاذ الادريسي من مدرسه كانت سميتها ابن الخطيب في حي عكاشه في عين السبع. هذا اللقاء الاول، لان المساله هي كلها لقاءات واحداث
واماكن ومجالات. واش هذا الابهار هذا استمر فيما بعد؟ يعني كان هذا الاستاذ الله يرحمه الاستاذ ادريسي، ولكن واش الابهار الذي مارسه عليك استاذ واش استمر؟ بالفعل استمر. هو استمر لانني انا كنت عندي استعداديه لالتقاط الابهار، يعني سورت دو بريديسبوزيسيون، كنشوف بعين الابهار. استمر. ومن الحظ ديالي انني واحد السنه ومن بعد غادي نجي عند واحد الاستاذ سميتو الاستاذ البوميشي، لان يجب الذكر باش ولادهم يعرفوا والديهم اشنو داروا، المساله اساسيه. هذا السيد ما كانش مبهر بسجيته بشكل تلقائي، كان مبهر عن قصد، لان جعل من الابهار منهجيه في التدريس. لا قال لنا شوفوا انا كنتقن اللغه العربيه، غنشوف شكون اللي غادي يفوتني فيكم، غادي تاخذوا كلكم تجيبوا لي مذكره، غتاخذوا مذكره واخا مغوبش هنا راني كنت فرحان مزيان، غتجيبوا مذكره وتجيبوا لي 4 المفردات في اليوم. وهذا الامر لم يكن الزامي، ما كانش عليه نقط، ما كانش عليه عقاب، ما كان عليه والو، فقط بهرني نبهرك. ولينا تابعين في الزنقه انا واحد صاحبي هو اللي فوقي من اليسار. استاذ شكون اللي حسن من الاخر؟ اي بالحيله قال لنا خصكم باش تقتحموا اللغه العربيه يكونوا عندكم اصدقاء، وهاد الاصدقاء هما الكلمات، يكون عندكم وسط من اللغه. وبدينا ولا الدباز على شكون اللي غادي يجيب احسن كلمه. شويه التحدي ديالنا وديالي شخصيا بدا كيبعد، بديت كنقلب على كلمات غير متاحه وغير رائجه في المحيط المدرسي ديالنا. نمشي للمنجد ديال خوتي الكبار، نمشي نسمع في الراديو واحد الكلمه، واحد الكلمه في التلفازه، يعني كنجيب كلمات من سياقات غير السياقات المتاحه بالنسبه لي، وهنا نجح هذاك المعلم. يعني كاين واحد كما كنقولوا في فرنسا واحد جو دو سيدكسيون، ان جو دو سيدكسيون، عجبني نعجبك. وملي كنجيب ليه شي كلمه غابره وتنشرحها ليه، كان هو فيه شويه ديال الدعابه، كان تيهزني كيبقى يلعب بيا، ما عمري طحت لانه كان شويه صحاح. وهذا الاحتفال ديالو بالانجاز ديالك، وحنا ولا هذا السيد كان عنده الابهار كاداه منهجيه، وربيه عندنا كطريقه للتحصيل. نعجب الاستاذ ولكن موراها هناك تحصيل.